معانا في المشاركة السياسية وعملية اتخاذ القرار وفي جميع الأمور اللي تخص المعاقين والأمور اللي تخص المواطن عموما، معاق أو سوي. ضرورة وجود من ينوب عنا في البرلمان، لازم يكون في واحد، وضروري ان هو يكون منا من المعاقين، عشان اصلا مفيش حد هيحس بينا غير اللي منا احنا. يكون لنا واحد ينوب عنا في البرلمان، يتكلم عن قضايانا ويتكلم باسمنا ويطالب باسمنا عن حقوقنا في مصر. قبول الاشخاص ذوي الاعاقه كجزء من التنوع البشري والطبيعه البشريه، المساواه وعدم التمييز بين المعاقين على اساس الاعاقه، لان الاعاقه من رايي هي اعاقه فكريه، اعاقه فكريه ومش اعاقه حركيه ولا بصريه، وهي الاعاقه اعاقه فكريه. كلمه اعاقه المفروض تنطبق على اللي عندهم اعاقه فكريه، ودي طبعا حاجه عند كتير من المسؤولين، لكن طبعا ما حدش بياخد باله منها لان الناس عامه بتبص للمظاهر. كمان بنطالب بتوفير التأمين الصحي والعلاج للمعاقين عامة، سواء كان موظف في جهة حكومية أو غير موظف أو يعمل عمل شخصي أو أي بني آدم، المهم إن هو يحمل شهادة تأهيل إعاقي. ده لازم يكون له تأمين صحي وعلاج على نفقة الدولة، ويكون متوفر له جميع الإمكانيات. كمان عايزين الاهتمام برياضة المعاقين وتطوير رياضة المعاقين، لان هنا احنا عن نفسنا هنا، يعني انا بتكلم عن نفسنا هنا في المحله، مفيش اي اهتمام بالمره عن رياضه المعاقين في اي نادي من الانديه الرياضيه، رغم ان احنا فينا كتير جدا 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 اصحاب قدرات واصحاب مهارات كويسه جدا رياضيا، ومستعدين ان هم يكونوا ابطال وحمله القاب عالميه، لكن مفيش امكانيات ومفيش دعم ومفيش اي حد بيساعدهم. انا شايف الاهتمام كله باتحاد الكوره، ويعني احنا ما في يعني فينا ناس يعني مش اقل مهارات ولا مش اقل موهبه عن واحد زي ابو تريكه او اي حد تاني، لا في ناس تقدر تعمل اكتر من كده، لكن عايزه اللي يقف معاها وعايزه اللي يساعدها. لكن انا مش شايف دوت موجود لا في المحله ولا في مصر عامه. نعرف كتير اصدقائنا كتير جدا ابطال ما شاء الله وحاملين القاب كتير جدا دوليه، لكن المفروض هم الناس دي تكون عايشه حياه كريمه جدا جدا، لكن للاسف فاحنا بنطالب بتطوير الرياضه في مصر، رياضه المعاقين والاهتمام بيها، لان مفيش اهتمام فيها خالص. عندنا كمان من المعاقين ومن ذوي الاحتياجات الخاصه ناس كتير جدا مهره وناس فنيين وناس حرفيين عندهم القدره على عمل اشياء جميله جدا، ياخدوها كباب رزق لهم، او لان هم مش لاقيين اصلا وظايف ولا لاقيين اي عمل يعملوه، رغم ان هم في ايديهم ان هم يكونوا احسن ناس بمهاراتهم وبقدرتهم، لكن برضه عايزين الدعم وعايزين الامكانيات اللي يقدروا يعملوا بها كده، وبرضه مش لاقيين دوت. عايزين احنا نتيح لهم الفرصه لاثبات قدراتهم المهنيه والحرفيه، واكيد هيكون في انتاج وهيكون في حياه كريمه جدا جدا للناس ديت لو وقفنا جنبهم وساعدناهم. لكن انا مش شايف دوت خالص في مصر، انا شايف ناس معاقين طبعا عدم المساعده وعدم الدعم دوت بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى التسول اللا ارادي، مش التبول، لا ما حدش اسمها غلط، التسول اللا ارادي. هو دون نتيجه اللامبالاه الحكومه فيها او المسؤولين فيها، عدم الدعم. مفيش حد في الدنيا عايز ان هو يتسول، مفيش حد، طبعا كل انسان له كرامته وله ادميته، مفيش حد عايز يتسول، مفيش حد عايز يقعد على الرصيف يمد ايديه ويتسول باعاقته، لكن هو كده، ده الحل الوحيد اللي قدامه. طبعا الحياه حلوه وروح حلوه، واحد انت رميته في صحراء ما عندوش مفيش اكل، ما عندوش قدره ان هو يكسب، ما عندوش اي دعم ولا ما عنده اي دخل، فايه الحل الوحيد قدامه؟ ما هو حله الوحيد الحاجتين اتنين، يا اما هيموت من الجوع يا اما هيتسول. استاذ محمد، ممكن توجه رساله لكل المعاقين بصفه خاصه ورساله لكل المشاهدين بصفه عامه؟ انا بقول لكل المعاقين في مصر اخرجوا عبروا عن رايكم، لازم تحسوا ان انتوا عايشين، لازم تشاركوا في كل شيء في مصر، لازم تحسوا ان انتوا لكم كيان ولكم ادميه.
لازم تطالبوا بحقوقكم، لازم كل واحد يعرف ان له حق في مصر في كل حاجة، له حق في مسكن وفي ملبس وفي معيشة كريمة. لازم تطلع تطالب بكده، تطالب المسؤولين وتطالب اي حد بانك تعيش حياة كريمة. بقول للمواطنين كمان ككل لازم تساهموا في دعم المعاق وفي اثبات ذاته. وكمان في نقطة بسيطة يعني ممكن اتكلم عنها، انتهاك المواطن نفسه للحق البسيط او اللي لا يذكر اللي بنطلبه من الحكومة. يعني الحكومة ما بتعملناش حاجة والمسؤولين ما بيعملوش حاجة. بعض الحقوق البسيطة جدا 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 التي لا تذكر اللي موفراها الحكومة وكمان المواطنين بتنتهكها مننا. زي مثلا انا بطلع الاتوبيس او بركب المترو، بلاقي فيه كرسي مخصص لذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن. طبعا دوت بلاقيه كله شباب اللي قاعدين عليه، ما بلاقيش حد اصلا من ذوي الاحتياجات الخاصه قاعد عليه. ممكن تلاقيه واقف، ممكن تلاقي راجل كبير مسن واقف، وطبعا كل اللي قاعد عليه شباب. نفس الطريقه في الاماكن العامه، الاماكن اللي بيبقى مخصص فيها حاجه للمعاقين، طبعا دي بتلاقيها برضه. ده نوع من انتهاك المواطن لحقوق المعاق. طبعا ده ما ينفعش. انا بطالب المعاق نفسه ان هو يطلب حقه. انا ممكن الاسبوع اللي فات ركبت المترو في القاهره طلعت، فلقيت طبعا كل اللي قاعدين على الكرسي المخصص لذوي الاحتياجات الخاصه لقيتهم كلهم شباب. فانا فضلت واقف قدامهم على اساس ان في المفروض يعني كده تلقائيا ان حد هيقوم ويقعدني. طبعا ده ما حصلش، فانا ما سكتش. يعني انا قلت لهم كلهم، وكان قاعد عليه تقريبا 5 أو 6 افراد. فانا قلت لهم لو سمحتوا انتوا كلكم متعلمين. قالوا لي طبعا. طب قلت لهم ممكن حد يقرا اللفته اللي مكتوبه. طبعا هم من غير ما يقروا عارفين مكتوب عليها ايه. لقيتهم كلهم قاموا وقفوا مره واحده. انا قعدت، انا شايف ان ده حقي ان انا اطلب بيه. طبعا قومتهم وقعدت. انا عايز اي معاق له حق في اي حاجه يطلبها وان شاء الله ياخدها. لازم هنطلب حقنا ومش هنسكت، وان شاء الله هنعمل المستحيل عشان نوصل لحقوقنا دي. ان شاء الله هنعمل المستحيل عشان يكون نحس ان احنا لنا كيان في مصر، نحس ان احنا اصلا بني ادمين عايشين في مصر زي كل الدول. طبعا من غير ذكر اسماء، فيها تعامل خاص جدا 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 للمعاق، وفيها احترام جدا جدا للمعاق غير المعامله اللي بنشوفها في مصر. وانا بقول الكلام ده عن علم لان انا سافرت وشفت الكلام ده. يا ريت تكون مصر دولة متقدمة في كل حاجة. في النهاية بنشكر أستاذ محمد على كلماته الجميلة والتي خرجت من قلب صادق، ودورنا بنوجه رسالة متعددة الأضرار كما قال الأستاذ محمد إلى كل المسؤولين. أنتم على كراسيكم ليس لمصالحكم، أنتم على كراسيكم ليس لمصالحكم الشخصية فقط. انظروا لمن وضعكم على هذه الكراسي. إلى كل الشعب لازم تراعي حقوق أخوك المعاق، أو كما تقول أنت المعاق، ليس منبوذ وليس عال عليك، ولكنه نسيج منك. أخوك في الدم والعرق والدين، 3 أشياء مرتبطة به. إلى كل معاق لا تتنازل عن حق، ونحن من هذه القناة نطلب حقوقنا ونحن وراءها إلى أن نحصل عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.